السلام عليكم. كنت منزل فيديو عن التجار واتعصبت فيه، وطبعا في ناس أيدتني في كلامي. بس في واحد بقى في الكومنت الأخير كده، لو دخلتوا على الكومنتات خشوا على الفيديو كده اتفرجوا عليه وشوفوا، هتلاقي كومنت واحد بيقول لك إيه بس ريحته كده، شميت ريحته إن هو تاجر. أيوه والله تاجر. بيقول لي إيه بقى؟ أنا حافظ مش فاهم، وإن شوف سعر الدولار بكام، وشوف سوق العربيات بقى بكام، وقطع الغيار بكام، ومش عارف الجمارك عامله كام. ايه الكلام ده؟ ما الدولار واقف اهو، سعره واقف عن 30 جنيه ما زادش، ومفيش اي حاجه في رمضان اهو، اي اعباء الحكومه حطها على المواطن. طب اسال سؤال بقى لحضراتكم، انتوا ليه بتزودوا كل يوم؟ النهارده نازل اشتري حاجات بسعر، بكره بسعر، بعده بسعر، ده في رمضان. الاخ اللي معلق عليا صحيح